السؤال ده لو انت معرفتش فكرته هيكون من الصعب جدا انك تعرف تحله. طيب ايه هي الفكرة بتاعته؟ الفكرة بتاعته هي العامل المشترك. لو انت جيت ل 6 س زائد 8 ص وطلعت منهم عامل مشترك واللي هو الاثنين، لانك تقدر تقسم على 2 في الطرفين، فهنا العامل المشترك 2. هنطلع الاثنين عامل مشترك، 6 قسمة 2 3 س، و8 قسمة 2 4 ص. فلو جيت انت ركزت معايا هنا 3 س زائد 4 ص هي نفسها 3 س زائد 4 ص. طيب ال 3 س زائد 4 ص هنا بكام؟ ب8. كل اللي عليك انك هتشيلهم، حط مكانهم كام؟ 8. وقلت قبل كده هنا طالما مفيش لا جمع ولا طرح العلاقة بتكون ضرب في كام؟ في 2. يبقى الاتنين في 8 ب 16. يبقى الإجابة 16.